يا مساء الخير والسعادة على مشاهدينا الكرام، مشاهدي الفضائية المصرية. معاكم النهاردة شيماء علام ومعاكم الشيف أسامة. أهلا بك يا شيف. أهلا بك. بارك إيه. هنقدم لكم النهاردة وصفة جميلة وجديدة علينا قوي قوي قوي، بيج بيرد يخني أو طريقة طهي لحم النعام. ومعانا مكرونة وايت صوص، ومعانا كيكة البسكوت البارد. تمام؟ ان شاء الله تعجبكم قوي. لحم النعام ده حاجه جميله جدا جدا جدا. وعلى فكره في اعتقاد ان لحم النعام دوت لحم الملوك ولحم غالي هو لحم، هو نادر يعني، هو كاكله عندنا على في الطبق المصري اليومي مش بناكلها كتير، لكن كسعر هو مش عالي قوي ولا حاجه يعني، هو قريب من اللحمه العاديه يعني، ونقدر ناكلها ولو حتى مره في الشهر مره في السنه، بس هناكلها. حاجه لذيذه وحاجة مختلفة وقيمة غذائية عالية جدا جدا جدا. فهتاكلوا لحم النعام النهاردة، هو ليه وصفات كتير قوي، ليه وصفات كتيرة قوي. احنا هنعمل منها البيج بيرد يخني او يخني النعام. هنطلع فاصل ونرجع نشوف الوصفات اللذيذة ديت هننفذها ازاي. هنلبس الجلافز بقى ونبتدي في تحضير البيج بيرد يخني. لحم النعام يا جماعة صحي جدا 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 جدا. فهنتكلم النهاردة ليه المفروض ناكل لحم نعام او نهتم بيه، لان لحم النعام القيمة الغذائية بتاعته عالية جدا جدا جدا. فيه اوميجا 3 كتير، والبروتين فيه عالي جدا. فلو في حد بيتبع حمية غذائية معينة، لحم النعام هيكون حاجة أساسية معاه يعني. فهنبتدي بلحم النعام. المقادير بقى، هننزل بزيت، فنجان زيت. انزل. أنا الجلافز بتاعي اتقطع فمش عارفة أتعامل بقى. خلاص، فقول أنا مع حضرتك. أوكي. نزلت بالزيت. معلقة سمنة، أنا عايزة معلقة. المقادير معانا على الهوا. تمام. وهنحط سكر، معلقة سكر في السمنة والزيت، وهنسيبها لحد ما تكرمل. اديني الكيس التاني كمان. كرملة السكر دي لما نصدم فيها لحم النعام هتدينا طعم ولا اروع يعني. هنسيب السكر يكرمل. شوف لي الجلافز تاني كده. اوكي. احيانا بيكون عندنا حد متبع حمية غذائية معينة عايز يخس، او مثلا مريض سكر او كوليسترول. لحم النعام الكوليسترول فيه قليل جدا جدا جدا، منخفض خالص خالص، فبالتالي ممكن يكون حاجة كويسة قوي للي بيتبعوا حمية غذائية معينة. لأن أحيانا بيكون فشل الدايت أو فشل إن أنا أقدر أمشي على نظام غذائي، اللايف سيستم بتاع البيت، لايف سيستم البيت مش مساعدني إن أنا أخس. فلحم النعام يا جماعة، أنا بلبس الجلافز فعشان كده مشغولة شوية. هيكون حاجة جميلة جدا جدا في الحالات دي، إن احنا نقدر نساعد بيها بعض، يعني نساعد بيها اللي في البيت معانا متبع حمية غذائية، وفي نفس الوقت ما يحسش إن الدايت أو إن أنا آكل الأكلة اللي لسه أنا عايزاه يكرمل شوية. هو السكر لسه ما أنا ممكن أنقله على هنا علشان دي أقوى. تمام. انا ممكن اشتغل في مكرونه وايت صوص معانا، ممكن اشتغل فيها في نفس الوقت. اوكي، علشان النار تساعدنا، بس انا هشتغل في الاتنين مع بعض.
لحم النعام قبل ما احضره هنا انا عملت حاجه قبل الهوا بقى. انا عملت ايه؟ انا نقعته في محلول. المحلول ده فيه ميه، فيه معلقه سكر، وفيه معلقه ملح، وفيه ليمونه معصوره، عصير ليمونه او معلقه خل لو ما فيش ليمون. ليه بقى انا عملت كده؟ المحلول دوت بيطلع الدهون اللي في لحم النعام. دهن النعام بيبقى مش احلى حاجه في الاكل، يعني لما بنيجي ناكل طعمه ما بيبقاش احلى حاجه ان يكون داخل الاكله دهن، بيخلي طعمها مش احلى حاجه. فانا لازم اتخلص من دهن النعام دوت بالمحلول ده. اول ما بنحط اللحمه في المحلول ده بتبص تلاقي طبقه دهون طلعت على الوش بتاع المحلول كده. الطبقه دي كده بتعرفك ان لحم النعام كده بقى جاهز تمام وزي الفل. تمام. احنا كده السكر معانا كرمل، لونه بقى زي ما انا عايزه بالظبط كده. فهنا هننزل بسم الله الرحمن الرحيم باللحم. لحم النعام متقطع معانا هنا يخني كباب حله كده، تمام، قطع صغيره. لحم النعام بيتعمل مشوي وبيتعمل ستيك وبيتعمل طرق كتيره قوي، تمام، بس ما بيتسلقش. يعني لحم النعام ما بيتعملش لحمه معامله اللحمه العاديه وبيتسلق. لو اتسلق ما بيبقاش احلى حاجه. انا كده نزلت لحمه النعام في سمنه وزيت وسكر مكرمل، تمام. هصدمها بقى كده. انا عايزه اقلب. الله. لحمه النعام يا جماعه ما بتاخدش سوا خالص. النعامه بتعيش 70 سنه. عمر ذبح النعامه ما ينفعش يتجاوز ال10 شهور، تمام. يعني احنا يعتبر بناكل مهما كان حجمها ووزنها كتكوت نعامه، فبالتالي ما بتاخدش على النار ماكسيموم 10 دقايق. 10 دقايق الوجبه كلها تكون جاهزه. يعني احنا معانا قيمه غذائيه، السعر بتاعها مش خرافي زي ما ناس كتير متوقعه او مقدره ليها، ومعانا طعم لذيذ جدا جدا وسهوله في التحضير. تقدر تخش في الوجبات الغذائيه بتاعت اي حد بيتبع حميه غذائيه علشان كوليسترول، علشان سكر، علشان تخسيس. مشكله الناس اللي بتخس او الناس اللي عندها سكر اكل البيت يا جماعه مش اكل الشارع. انا هقدر اتحكم. يعني انا جات لي مشكله من المشاكل اللي انا بتجيلي من المتابعين بتاعتي على البيج. المشكله ديت لحد مريض سمنه وزنه معدي ال 160 كيلو، هو ولد مش بنت كمان، ولو بنت هتبقى المشكله اصعب. المشكله معاه انه عايز يخس، بس البيئه عنده في البيت مش مساعداه. بيعملوا كل يوم المحشي والمشوي والمسلوق والمحمر وكل حاجه، كيكات وشوكولاتات وكل حاجه هو عاوز، بس مش قادر يقاوم. يعني مش قادر. هيعمل ايه؟ انا عايز، لكن قدامي احنا جايبين انسان بيحب الاكل، بيتلذذ بالاكل، واكل مش صحي. لو دخلنا مثلا حاجه زي لحمه النعام كده في اللايف سيستم بتاعنا هتكون حاجه طعمها لذيذ وما يحسش ان هو محروم او مش زي اللي معاه في البيت. والاكل منها بيكون القيمه الغذائيه بتاعتها عاليه جدا، الاوميجا 3 فيها عالي جدا، الريحه ما شاء الله ما شاء الله. يعني لسه ما حطيناش اي حاجه. انا عايزه لورا. اوكي. وعايزه القرفه، عود القرفه، العود. اوكي. انا حطيت هنا لورا وقرفه معاها. هناخد الله ريحتها ما شاء الله. يعني هناخد ريحتها بس كده ونطلعها تاني قبل تجهيز الطبق. بيك بيرد يخني، بيك بيرد يخني هيبقى احلى حاجه ان شاء الله. يعني انا متفائله بيه جدا. انا حاسه انه طبق مميز ومختلف. بصوا لون السكر، معلقه السكر اللي حطيناها المكرمله ادت اللحمه لون ولا اروع، تمام.
فنرجع تاني للمشكله اللي كانت معانا على رسائل البيج. الشخص اللي عاوز يخس ومش عارف من اللايف سيستم. احنا ليه ما نخليش الاكل الصحي هو طبيعتنا؟ يعني انا كنت بتكلم مع حد بيقول لي طب انا استحمل ليه؟ انا مش مريض او انا مش عايزه اخس، انا ليه اغير بيتي علشان واحد هو اللي معايا في البيت ده ابني ده يستحمل، يعني هو يعالج المشكله اللي عنده. انا مش هقدر اغير البيت كله. ما انت هتغيره للاحسن او للصح او للمفروض. احنا دلوقتي الاكل الغير صحي ده الانسان العادي بيقدر يتجاوزه شويه، لكن هو مش الطبيعي. الطبيعي ان احنا ناكل اكل صحي بعيد عن المصنعات وبعيد عن المعجنات وبعيد عن، يعني كل ما تكون الحاجه بيور فاكهه لحمه حتى الدهون صحيه. ولكن كل ما ندخل في المصنعات، يعني زي مثلا الرز افضل من المكرونه، تمام، الفاكهه افضل من الكيك، افضل من المعجنات. فاحنا نخلي الحاجه يعني معانا، هنستمتع وهناكل اكل طعمه حلو وهنعمل كل حاجه وفي نفس الوقت بدون ضرر. عايزه اطلع القرفه واللورة، ممكن تساعدني؟ اديني اي حاجه اطلع فيها القرفه واللورة. القرفه خلاص كده قامت بدورها معانا، الريحه ما شاء الله. واللورة يعني على قد ما نقدر. اوكي، اللحمه كده تقريبا، يعني اللحمه تتاكل كده اصلا، بس احنا هننزل بالبصل عليها زي الفل. كده نزلنا بالبصل. احنا معانا كيلو لحمه ومعانا دول 3 بصلات كبار. انا هنزل بنصهم بس، هدي تقليبه وبعدين هنزل بالنص التاني. انا معايا فلفل اسود وجوز الطيب وجنزبيل ومعايا ملح، بس مش هحطهم دلوقتي. هننزل بالمقادير تاني علشان اللي ملحقش ينقلها ملحقش يكتبها. اكتبوها يا جماعه واسالوا على لحمه النعام، هتلاقوها متوفره في اماكن كتير. وسعرها، هرجع تاني اركز على حته سعرها هيكون في المتناول، قريبه جدا من اللحمه العاديه. يعني في فرق، انما الفرق يستاهل. تمام، هي لحمه طيور مش لحمه حمراء، وفي نفس الوقت فيها فوائد عاليه جدا. في فرق في السعر، في فرق، الفرق طفيف والفرق يستاهل وقيمته فيه. تمام، نزلت المقادير على الشاشة. الريحة بقت هايلة، يعني أنا مش ما شاء الله، يعني أنا محتاجاها تاخد غلوة. احنا هنا حاطين، عايزين نعمل نزلنا بسمنة وزيت. سمنة وزيت. اوكي، عايزة بقى 2.5 معلقة دقيق. انا هشتغل في الوايت صوص مع اللحمه، لان اللحمه كده تقريبا في الفينش يعني. لا مفيش معلقه كبيره. عايزه معلقه ايديها طويله شويه بس. طب امسك اتفضل. دي نضيفه صح كده. انا هنزل بالدقيق. احنا بنعمل مكرونه وايت صوص، تمام يا جماعه، مكرونه وايت صوص. 1.5 معلقة دقيق مع زبده بلدي، هنحمرهم كويس جدا جدا جدا. وانا شغاله برضو في لحمه النعام. انا كده البصله دي دبلت تمام كده. انا محتاجه بقى جوز الطيب، مش جوز الطيب، جوز الطيب هي دي جوز الطيب. هناخد رشه صغيره جدا مش اكتر من كده. في مرقه تمام، نزلت بمرقه برضو.
في رشه جنزبيل. رشه جنزبيل. انا بقى لحمه النعام التكايه اللي فيه اللي كتير مش بيعرفوها حتى المطاعم، رشه جنزبيل. رشه جنزبيل خفيفه قوي علشان ما تمررش. رشه الجنزبيل دي هتنقلها في حته تانية خالص. تمام. الفلفل الاسود ده اساس لحم النعام، يعني لو حبيت تستغنى عن التوابل دي كلها الفلفل الاسود ما ينفعش نستغنى عنه. الفلفل الاسود لاساس اللحوم كلها يعني. تمام. لا لسه انا بحب الوايت صوص اغمق شويه. تمام تمام. احنا كده جاهزه معانا لحمه النعام كده تقريبا اخدت 90% من السوا. هعمل ايه دلوقتي؟ انا هنزل بالفلفل الالوان، فلفل اصفر، فلفل اخضر، فلفل احمر. نزلت بالثلاث الوان فلفل. انا سايبه حاجه شويه للجارنيتشر كده، حاجه ولو بسيطه خالص. تمام. انا مش عايزه الفلفل لونه يغير، انا هديله تقليبه واحده وابقى خلصت كده اللحمه. انا ما حطيتش ملح لسه. انا مش عايزه اوصف لكم الريحه عامله ازاي حقيقي، مش يعني الريحه ما شاء الله يعني. رشه ملح. انا كاميرا تمام اهو. انا خلصت كده لحمه النعام. كان في بصل باقي؟ في بصل ولا حطيته كله؟ انا محتاجاه. انا هديها تقليبه تاني وهنزلها في السرفاس. انا محتاجه هنا اللبن. احنا كده بقى يا جماعه المكرونه الوايت صوص، احنا اخدنا معلقتين ونص دقيق في معلقه زبده كبيره، وهناخد حوالي نص كيلو لبن او كوبايتين ونص، نص الكميه دي. طبعا بنقلب معاها علشان ما تكلكعش. خلاص كفايه كده. انا عايزه انزل معاها بشويه ميه سخنه. الوايت صوص بيبقى خفيف شويه عن البشاميل. طبعا هو كده تقيل جدا جدا جدا. شيف اسامه انا محتاجه ميه سخنه. اخدنا بالنا لحمه النعام ما كملتش 10 دقايق على النار. مميزاتها قلنا كتير جدا جدا. تمام. بيج بيرد يخ، اكله لذيذه ممكن نقدمها جنب رز ابيض، ممكن جنب رز بسمتي، وممكن جنب اي نوع من انواع المكرونه. تقليبه بقى كده تهدي. ده طبق تقديم انا هقدم بقى لحمه النعام كده. احنا قلنا النعامه بتعيش 70 سنه، بنذبحها عند عمر ال10 شهور. تمام. ما تعديش ال10 شهور، من 8 ل10، من 7 ل10، لكن ما تعديش كده. النعامه لو عدت 10 شهور بيكملوا معاها انتاج، لكن ما بتتاكلش. لان بتكون مش صحيه شويه بعد كده. فناخد بالنا من الحته ديت
وناخد بالنا من المكان اللي بنشتريها منه علشان تكون مطابقة للكلام اللي أنا بقوله ده، لأن الكلام ده مهم جدا في تقييمك ليها، في المذاق بتاعها، وفي القيمة الغذائية، لأن ناس كتير هتجيبها عشان القيمة الغذائية. حاجة الكوليسترول بتاعها قليل جدا، منخفض خالص. الأوميجا 3 فيها عالية جدا، حلوة للأنظمة الغذائية، على فكرة حلوة كمان للعيون. يعني الناس اللي عندها مشاكل في العيون حلوة قوي إن هي تاخد لحم نعام تدخلها في النظام الغذائي بتاعها. ما شاء الله. يعني انا مش، بص تعالى كده شيلتي، مش قادره اقول يعني الريحه عامله ازاي، الريحه ولا اروع. اتفضل يا شيف. تاني كان في فلفل خليناه للتقديم. ايوه عشان الالوان، انا بحب الالوان قوي في الاكل يعني. وايت صوص. اوكي طيب اتفضل. احنا هنا في الوايت صوص. تمام. هو تقريبا كده الفوليوم بتاعه حلو قوي، مناسب جدا يعني. في معانا شيدر مبشور، هنزل بنص الكمية بتاعته، وهخلي نص الكمية بتاعته للتزيين، جرنيتشر في الاخر على وش اوكي. انا عايزه ملح وفلفل. انا بحب الوايت صوص، ما بحبش احط عليه فلفل ابيض. في بيحبوا يحطوا فلفل ابيض علشان اللون بتاعه ما يغيرش. انا بقى بصراحه مش بتفرق معايا حته اللون دي، لان الفلفل الاسود بالنسبه لي لا غنى عنه. يعني انا اكله علشان الريحه وعلشان المذاق اهم من ان هو يبقى لونه ابيض بيور. كمان انا مش بحب الحاجه في الاكل لونها ابيض بيور كده يعني، ما بحبش احط فلفل ابيض. انا بحب الفلفل الاسود في كل الاكلات حتى لو لونها ابيض. احط رشه بقدونس صغيره جدا، ممكن البقدونس يكون فريش وممكن بقدونس مجفف. انا هنا جبت البقدونس فريش عشان القيمه الغذائيه بتكون اعلى. البقدونس ده يا جماعه في الاكل يعني حاولوا اي اكله ممكن يدخل فيها البقدونس ما تستغنوش عن البقدونس. البقدونس ده حاجه صحيه في منتهى الروعه وفي منتهى الاهميه، وانا من الناس اللي بحب طعم. يعني انا بحبه في السلطه، بحبه في الاكلات، بحبه على اللحوم، بحب البقدونس، بحب ادخله في الاكل على طول. بقدونس للناس اللي متابعه برضو حميه غذائيه مهم جدا جدا. بقدونس حلو للكلى وحلو للتخسيس وحلو لكل حاجه يعني. انا محتاجه افضي المكرونه دي. انا خلصت الوايت صوص كده، محطتش ملح. انا بحاول اخلي الملح دايما اخر حاجه. تمام كده. انا حتى الوايت صوص الريحه روعه. انا هاكل يا جماعه، معلش بعد اذنكم انا هخلص وهقعد اكل من الاكل ده. انا عايزه انزل بنصه هنا ومش عارفه اشيلها لحسن تقع مني. عايزه انزل بنصه واسيب نصه هعمل بيه جرنيتشر كده. ليه؟ انا كنت عايزه نص البشاميل. ماشي. ممكن تشيل لي حاجه كده بسيطه منه؟ شويه من البشاميل تفصيل. اوكي. طب خلاص مش مشكله، هنشتغل على كده. دي طريقه ودي طريقه في التقديم. انا كنت عايزه شويه بشاميل وهحطهم على الوش كده بطريقه معينه. خلاص مش مشكله. مكرونه وايت صوص.
اعيد الطريقه تاني بسرعه. معلقتين ونص دقيق حمرناهم في زبده، نزلنا عليهم بلبن، ممكن ننزل بميه سخنه مع اللبن نفك بيها لان بنبقى محتاجين قوام معين ليها، القوام بتاعها بيكون اقل سمك من قوام البشاميل. ورشه بقدونس ممكن تكون فريش ممكن تكون مجففه، انا حطيتها فريش عشان القيمه الغذائيه بتاعه البقدونس الفريش بتكون عاليه اكتر. تمام. وبندي تقليبه كده. انا المكرونه ديت انا سلقاها وسايبه لها تكه سوا كده علشان اديها تقليبه في الوايت صوص. تمام. فلما تاخد التقليبه دي مش عايزاها تعجن. تمام. انا خلاص كده برضو المكرونه الوايت صوص عشان ما تعجنش انا محتاجاك تساعدني. مش عايزاها تكون تقيله، انا عايزاها خفيفه. ازود بسيطه اديني في ده. تمام كده. انزل تاني كده بشويه كمان. عايزه الطبق يبقى ده شكله كده مظبوط. ايوه كده. انا معايا بقى ايه، احنا نزلنا بالجبنه الشيدر المبشوره، ممكن شيدر ممكن بارميزيان، احنا استخدمنا شيدر. انا نزلت بنصها في الصوص في الوايت صوص. اوكي. النص التاني هنعمل بيجر نيتشر لطيف كده عشان العين بتاكل قبل ايه، قبل البق بقى، يعني قبل اي حاجه. العين هي اللي بتحكم الاول هناكل ولا مش هناكل. فطبعا بنهتم ايه بالشكل الخارجي. عايزه برضو رشه بقدونس لطيفه كده خفيفه كده. انا خلصت الحمد لله. وهنعمل دلوقتي كيكه البسكوت البارده. تعالى بقى انت زينه كده. كيكه البسكوت البارده. كيكه البسكوت البارده المقادير بتاعتها بسكوت. طيب نخلي الحلو بعد الفاصل بقى، يعني انا عملت انجاز حلو قوي كده، فنطلع فاصل وبعدين نطلع بكيكه البسكوت البارده. تسلم ايدك. والمشاهد برضه يبقى معانا كده. بقى معانا الحلو دي احلى حاجه بنستناها بعد الاكل علشان نحلي. الشيف اسامه بقى ايه عاوز يتعلم مني كيكه البسكوت البارده دي. صح يا شيف؟ صح يا شيف. فين البوله اللي هنحضر فيها كيكه البسكوت البارده؟ هننزل بالمقادير بتاعتها. معانا بسكويت بقى احنا جايبينه هنا بسكوت شوكليت قرفه، يعني بسكوت عليه شوكليت وقرفه. انتوا ممكن تجيبوا بسكوت عادي، ممكن بسكوت شوكليت، بسكوت قرفه، يعني حسب ايه يعني التذوق او الطعم اللي انت عايزه. تمام. كيكه البسكوت البارده ممكن بالكريم شانتيه وممكن بالكريمه اللباني. انا اخترت الكاستر، يعني انا عايزاها معموله بالكاستر. انا بحب الكاستر قوي، بحب ادخله في كل الاكلات يعني. تمام. الكاستر اللي انا جايباه ده كاستر شوكولاته وقرفه. لو انت مش هتجيبيه جاهز هنعمله ازاي؟ يعني انا هقولك دي كده كاستر شوكولاته وقرفه. كاستر الشوكولاته وقرفه ده انت ما عندكيش كاستر شوكولاته وقرفه، فعايزه هتجيبي 2.5 معلقة نشا، 2 معلقة سكر، وهتجيبي كاكاو. اي حد عنده في البيت كاكاو، 2 معلقة كاكاو ورشه قرفه. تمام. يبقى احنا كده قلنا المكونات بتاعه الكاستر ده. نشا، سكر، كاكاو، قرفه.
يعني مكونات المكون يعني. تمام كده. اوكي، معانا بسكوت شوكولاته وقرفه، معانا كاستر شوكولاته وقرفه، معانا شوكولاته شيبس دي للجرنيتشر، وممكن صوص شوكولاته، وممكن اي حاجه على حسب الرغبه. يعني انت عندك صوص كراميل، صوص فراوله، صوص اي صوص انت حباه. عندك مثلا فارماسي، عندك شوكولاته مبشوره، اي حاجه، قرفه، رشه قرفه. في حاجه تاني ممكن رشه نسكافيه، رشه نسكافيه على وشها كده. اي حاجه انت هتعملي بيها الجرنيتشر بتاعها. طب احنا دلوقتي هنبتدي هننزل بايه؟ هنحضر الكاستر اللي هنحط فيه. تمام كده. هنحضر الكاستر نفسه. 2.5 كوب لبن، تمام. وهننزل بالمكون ده. انا عايزه معلقه نضيفه. في مضرب، اجيب مضرب. المكون ده اللي احنا قلنا كاستر، ولو حابه تحضريه في البيت هو عباره عن نشا، كاكاو، قرفه، سكر، فانيليا. دي مكونات المكون اللي هو كاستر. ممكن تجيبيه جاهز وممكن تحضريه بالطريقه دي. معلقتين معلقتين معلقتين، الكميه على حسب الرغبه. ممكن حد هيعمل بوله صغيره، حد هيعمل حاجه كبيره للفاميلي يعني. اوكي، انا عايزه البوله بتاعت البسكوت، البوله اللي هنحضر فيها الكيك. احنا نزلنا بالكاستر على اللبن وهو ساقع مش سخن، عشان لو نزلنا عليه وهو سخن هيكلكع ونقعد بقى نضربه في الخلاط او يبقى مش لطيف، مش احلى حاجه يعني. ما ينفعش ندوب اي حاجه فيها نشا تنزل على حاجه سخنه على طول. اي حاجه فيها نشا لازم تنزل في ميه ساقعه، في لبن ساقع، في اي حاجه ساقعه. انا البسكوت ده بنكسره فتافيت فتافيت خالص كده. بسكوت معانا كتير قوي. تعالى كده كسر لي هنا، كسر تاني، الكميه هتبقى كبيره قوي. احنا طبعا لسه ما مسكتش خالص، مش هتمسك الا لما اللبن يغلي. هتتحول كريمي شويه علشان نحطها طبقه على وش البسكويت. البسكويت ده طبعا احنا عايزين، انا عايزه اخد من هنا معلقتين على البسكويت ده كده. تمام. هخلي البسكوت تاني طحنه كله. طبعا احنا قلنا كيكه البسكوت البارد دي ليها اكتر من طريقه. يعني ممكن نعمل كريم شانتيه. عندك في البيت كريم شانتيه اوكي، ممكن كريمه لباني، ممكن لو عندك ايس كريم. ايس كريم برضو هتبقى لذيذ قوي. بس ساعتها هتعملي ايه؟ هتسقي البسكوت دوت لبن وتحطي على الوش الايس كريم وبتعملي الجرنيتشر وتدخليها التلاجة. انا محتاجه يا شيف، ايوه برافو. بص انا اخدت من المكون ده كده هتدي تقليبه بقى، الله دي احلى كتير في التقليب على فكره، احلى من المضرب اليدوي ده بكتير. تمام. انا كده بحضر الكاستر وابتدى اهو في التقليب، واول ما ابتدى النشا مسك عشان طعم النشا يروح منه. بعد ما النشا ابتدى يمسك شويه اخدت منه كوبايه وحطيتها هنا. هنقلب بقى البسكويت ده على اوكي علشان ادوب بيها البسكوت شويه. انا مش عايزه ادوبه قوي لان لسه هنزل بقيه الكميه، فانا لو حطيت هنا كتير وبعدين نزلت بالكميه دي ده هيدوب، مش هيبقى احلى حاجه. انا عايزاه يكون في حته كريسبي كده. هي النار دي اقوى، النار دي اقوى صح؟ او دي تمام كده.
كيكه البسكوت البارد دي، بما اننا عملنا لحم نعام بقى، وكانوا يعني معترضين بيقولوا لحم النعام غالي وهيبقى الميزانيه عاليه، احنا عاملين جنبيه المكرونه الوايت صوص اقتصاديه نوعا ما، يعني الشيدر معليها شويه، والشيدر ده ممكن تستغني عنه. ومعانا برضو كيكه البسكوت البارد دي يا شيف اقتصاديه جدا. اي كميه بسكوت، اي نوع بسكوت عندك، اي كميه ممكن تاخدي منه مثلا على قد احتياجك. محتاجه ايه تاني؟ اي كريمه عندك، ايس كريم، كاستر، ما عندكيش كل ده، معلقه نشا وكوبايه لبن، هتحضري بيهم مهلبيه حلوه كده وتزينيها، والاولاد هتفرح بيها قوي، تبقى حاجه احلى حاجه يعني احنا كده حضرنا اكله طعمها لذيذ جدا، قيمتها الغذائيه عاليه قوي، مش مكلفه خالص، وكمان غير كده مكوناتها موجوده في البيت. ممكن تفكلي دي شويه بالمضرب، هي محتاجه تقليب على طول علشان ما تكلكعش. احنا هنا البسكوت ده كسرناه، حطينا عليه معلقه من الكاستر باللبن بعد ما غلي عشان طعم النشا يروح منه، تمام، وقلبناه. شكله لذيذ قوي، اصلا شكله يتاكل كده. ده القوام بتاعه بيبقى تقيل، القوام بتاعه تقيل. فكها، انا محتاجاها خفيفه عن كده شويه، لو في شويه ميه تقدر تخفها لي شويه علشان ادي بيها طبقه تكون سوفت. هي تقيله كده شويه طبعا، فانا هخفها شويه. ايوه، بس علشان ما تبوظش البسكويت برضه. انا بحب القرفه قوي في الحلويات، يعني اي حاجه عليها قرفه بحبها، اي حاجه بعملها بحب اضيف ليها رشه قرفه، بحسها بتصلح اي حاجه كده، يعني بتقلب اي حاجه، بتنقلها في ناحيه تانية. صينيه الكنافه لما بتحط عليها رشه قرفه بلاقيها راحت في حته تانية. البسبوسه، اي حاجه داخل فيها القرفه بتتنقل حته تانية خالص. ده غير بما ان الحلقه بنتكلم فيها عن اللايف سيستم وعن العيشه الصحيه، القيمه الغذائيه بتاعت القرفه عاليه جدا جدا جدا. كلنا بنحب القوام، التخسيس بقى والدايت وكده، القرفه بتدخليها في الاكل اسلوب حياه. بتدخل على الرز، تدخل على اللحوم. لو اخدتوا بالكم انا حتى اللحمه حطيت عليها عود قرفه وطلعته. اي اكله بحب ادخل فيها القرفه، والاكلات اللي بتصلح بحب ادخل فيها جنزبيل. خليها صيصه شويه. اوكي، يعني كل اللحوم بحب ادخل فيها جنزبيل. حتى الشوربه وانا بسخن الميه علشان اسقط فيها لحمه، اسقط فيها فراخ، اسقط فيها اي حاجه، انا بحط رشه جنزبيل. ما بكترش علشان ما تقلبش بمراره، بس بتدي الشوربه حاجه تانية خالص. على فكره احلى من مرق الدجاج. مرق الدجاج الجاهز ده بنستخدمه علشان يدي ريحه ويدي نكهه وكل حاجه، ولكن صحيا في اختلاف عليه. يعني في حد يقول مرقه الدجاج تمام شغاله وهي عباره عن توابل وبتاع، وحد تاني يقول لك لا، الدراسات اثبتت ان هي مؤذيه، ان هي الدهون اللي فيها مش تمام. كده تمام يا شيخ. رشه قرفه ورشه جنزبيل ورشه جوز الطيب على معظم الاكلات هتغنيكي عن مرقه الدجاج خالص خالص. الله، بقت قوامها حلو قوي كده. انا محتاجه اشيلها. اوكي، انا محتاجه اشيل دي. انا حضرتك بصي هنا. بص، احنا كده هننزل بالكاستر زي ما قلنا. برضو البدايل بتاعه الكاستر: كريم شانتيه، كريمه لباني، ايس كريم، تمام. هو الكاستر لو سبناه يبرد شويه ممكن ما ينزلش في البسكويت، ولكن في الوقت ده هيكلكع شويه، فهو افضل حاجه ليه كده. وعلشان كده انا ما دوبتش البسكويت قوي. في ناس بتسقي البسكويت دوت لبن، انا ما بحبش اسقيه لبن.
لان انا لو سقيته لبن هيبوش قوي كده ويبقى زي اكل الاطفال، ما بحبهوش كده خالص. تبقى جميلة. احنا كده قدرنا نحضر اكله صحيه، يعني علشان المشكله اللي كنا بنتكلم فيها بتاعه الشخص اللي بيشكي من البيت عنده ان البيت مش مراعي حالته النفسيه في النظام الغذائي اللي لازم يتبعه، وفي البيت بيقولوا طب احنا ليه نعذب نفسنا وهو المشكله عنده هو. فاحنا كده حضرنا اكله ترضي جميع الاطراف. هيقدر الشخص ده، انا عايزه معلقه نظيفه، هيقدر الشخص ده ياكل مع البيت عادي وفي نفس الوقت. حلوه دي، افرد لي ده شويه بقى انت كده، معلش بقى. هيقدر ياكل عادي مع البيت وفي نفس الوقت هم ياكلوا اكله لذيذه وقيمه غذائيه عاليه جدا. احنا كده وصلنا للمكون الاساسي اللي هو الكب كيك بقى. الجرنيتشر ده على حسب رغبتك. عندك بقى موز، عندك فراوله، عندك تفاح، بس طبعا الحاجات دي لونها بيغير. يعني لو قطعنا الموز او قطعنا التفاح وحبينا نزين بيه نعمله جرنيتشر هنا، هتبصي تلاقي لونه غمق فبقى مش احلى حاجه. فاحنا هيبقى قدامنا حل من الاثنين، اما هتحطيهم قبل، ولو هتحطيهم بعد بنجيب جيلاتين او جيلي. لا انا هحط الشيبس، شوكليت شيبس او صوص شوكليت. تمام. لو هنحط فواكه بنجيب جيلاتين او جيلي وبندهن بيه الفاكهه، يعني بندهن بيه الموز، ندهن بيه التفاح علشان ما يأكسدش. الاكلات الموز والتفاح فيهم مضاد للاكسده، مضادات الاكسده دي بتخلي لونها يبقى غامق لو سبناها تتفاعل مع الهواء. فبنحط عليها جيلي او جيلاتين او كده بالفرشه وبندهنها كده، بتخلي لونها لذيذ وما بيغيرش. حلوه. تسلم. ده كريز بقى، شغلك بقى. حط لي كده الكريز عليه لطيف. انا طبعا حبيت برضو بما ان الاكله كلها بنتكلم فيها عن اللايف سيستم واسلوب المعيشه انه يبقى صحي، وان احنا ناكل نحافظ على صحتنا قبل ما نبقى محتاجين نحافظ على صحتنا. يعني قبل ما اكون عندي سمنه وعاوز اخس اكل صح، قبل ما اكون عندي كوليسترول ومحتاج اتبع نظام غذائي معين اكل صح عشان ما اوصلش للمرحله دي. فانا ما لقيتش الا ان انا اجيب كريز فريش. تمام كده، ما حبيتش اجيب الكريز اللي هو المصنع الصناعي اللي لونه كان هيبقى احلى، ولكن انا اخترت الصحي علشان تضامنا بقى مع الحاله اللي بعتت لنا المشكله اللي هي متضايقه خالص ان الاكل مش صحي. دي نمره واحد. ونمره اتنين عشان القيمه الغذائيه بتاعتها تكون احلى. شكله حلو جدا 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 فعلا، يعني برغم ان لون الكريز غامق ولكن باين وشكله شهي. والحاجات اللي بيبقى شكلها صحي بتبقى مشهيه اكتر، شكلها احلى حاجه. احنا كده وصلنا للمنيو الرئيسي، انا وشيف اسامه. تمام. انا طبعا بشكر الشيف اسامه، ساعدني مساعده جميله جدا جدا. احنا كده وصلنا للمنيو الرئيسي. احنا قلنا ايه بقى هو المنيو الرئيسي؟ بيج بيرد يخني. بيج بيرد يخني اللي هو لحم النعام معمول بطريقه يعني نقول ببساطه كده زي كباب الحله. تمام. بيج بيرد يخني حضرناه ازاي؟ زيت وسمنه وكرملنا فيهم السكر وصدمنا اللحمه ونزلنا باليخني بتاعنا، نزلنا بالبصل ونزلنا بالفلفل الالوان ونزلنا بالتوابل الجميله بتاعتنا. التوابل دي ممكن تضيف حاجه او تشيل حاجه على حسب رغبتك وذوقك وحبك للحاجه. احنا نزلنا بجوز الطيب، نزلنا بجنزبيل، ونزلنا بمرق الدجاج، واهم حاجه من كل ده الفلفل الاسود ورشه ملح. طلعنا بالشكل الجميل ده
والوجبه الصحيه اللذيذه دي والريحه اللي انا شماها قلب الاستوديو كله دي البيك بيرد يخني. المكرونه الوايت صوص، زبده نزلنا بمعلقتين ونص دقيق ونص كيلو لبن او كوبايتين ونص، تمام كده. نزلنا بيهم على المكرونه اللي مسلوقه نص سلقه، كملنا السوى بتاع المكرونه فيها بعد ما ضفنا نص كميه الشيدر المبشور، والنص الكميه الثانيه بعد ما حضرنا المكرونه في السيرفيس هنا زينا بيها، عملنا بيها جرنتشر، نص كميه مبشور الشيدر او بارميزيان. اوكي. وطبعا رشه البقدونس ممكن مجفف وممكن فريش، انا استخدمت الفريش عشان تكون صحي اكتر ولونها بيبقى الطف. تمام كده. وصلنا الحلو معانا كيكه البسكوت البارد، بسكويت اي نوع على حسب الرغبه، انا جايباه بالشوكليت والقرفه، كسرناه وعملنا كاستر. الكاستر مكونات الكاستر نفسه لو انت مش هتجيبيه جاهز هتجيبي نشا، كاكاو، انا جايبه كاستر كاكاو، نشا، كاكاو، قرفه، تمام كده، وسكر. ننزل بيهم في نص كيلو لبن وننزل فيهم واللبن بارد. لو نزلنا واللبن سخن هيكلكع، فبننزل واللبن بارد، بننزل بالكاستر واللبن بارد وبنفضل نقلب باستمرار، ما نشيلش ايدينا من التقليب. ليه؟ هيكلكع لو سبناه. تمام. بخليه الفوليوم بتاعه مش هاي فوليوم قوي، وباخد منه معلقه قبل ما يوصل للفوليوم اللي انا عايزاه، بقلبها في السكر في البسكوت المكسر. ليه بقى؟ في حد تاني بيحط عليها لبن، انا مش بحب اللبن عشان مش عايزاها ناعمه قوي، انا عايزاها كريسبي. اوكي. وبندي تقليبه وبعدين بننزل بقيه كميه الكاستر بنفردها على الوش. والجرنتشر ده على حسب ذوقك او المتوفر عندك. احنا جايبين شوكليت شيبس، انت ممكن صوص شوكولات، صوص فراوله، صوص اي صوص عندك، ممكن اي جرنتشر شوكولاته عندك، حته شوكولاته بشوريها، شوكولاته بيضه، شوكولاته شوكليت، اي حاجه. وبرده احنا زينا كريز فريش، ممكن كريز مش فريش، ممكن اي نوع من انواع الفاكهه وتعملي بيها الشكل اللي انت حباه، وبنوصل للنتيجه الهايله دي. اتكلمنا عن الحاله اللي كانت معانا اللي عايزه البيت ياكل معاها اكل صحي، وادينا لهم اكل بنسبه 80% صحي، فيه هنلاقي فيه برضو كربوهيدرات، بس هو ياكل كميه بسيطه، يعني اي حاجه ياخد منها كميه بسيطه هتكون صحيه. وجبه النعام دي لوحدها صحيه 100%، كوليسترول منخفض تماما، قيمه غذائيه مرتفعه تماما. والسعر احنا قلنا ما حدش يخاف من السعر يا جماعه، هنلاقيه في متناول ايدينا ان شاء الله، اعلى من اللحمه العاديه حاجه بسيطه، واحنا مش هتبقى وجبه اساسيه. هقول لكم نختم بقى، نقول لكم باي باي ونقول شكرا للشيف اسامه، استمتعنا جدا والله بالحلقه. شكرا ليكم ونشوفكم على خير في اكلات تانية جديده ولذيذه وحكايه جديده مع شيماء علام وبرنامج بالهنا.